السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو سهل وبسيط، يا رب ينول إعجابكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك الجميل والكومنت الحلو. زي ما انتوا شايفين في أول الفيديو كده، عملنا الفول الأخضر واللحمة وهنعمل الرز بحركات سهلة وبسيطة، وبإذن الله تطلعي منه مستفيدة ولو معلومة واحدة. كملي الفيديو للآخر حبيبتي، وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وحط اللايك يا عسل. انا معايا لحمه، وجبت الماء الاول، غسلت الحله بتاعته، حطيت فيها ميه على البوتاجاز. وما بدات تيجي تغلي معايا بنزل اللحمه بتاعتي كده. اهم حاجه تغسلي اللحمه حلو، وبعد كده تنزلي اللحمه بتاعتك. لا اله الا الله. هنسيبها بقى كده لما تطلع الريمه بتاعتها او الرغوه بتاعتها او الوش بتاعها كده. بنظبطها بالمعلقه، وبعد كده بنسيبها لغايه ما تسيبها ان هي لما الريمه بتاعت تلمي. تعالوا في نفس الوقت نجيب بصلايه كبيره وحلوه وقطعناها، وهننزل بحبة من الزيت، ونرجع نشوحهم تشويحة حلوة لغاية ما يتبلوا. هنضيف إضافات حلوة، وهنعمل حبة فول أخضر دمعة. عارفين الفول الأخضر؟ هنعمله دمعة جنب اللحم، بيبقى جميل وزي الفل. لا إله إلا الله. زي ما انتوا شايفين حبايبي اللحمة، بصوا بدأت تلم معايا، بصوا ازاي. وفي نفس الوقت بشوح البصلة بتاعتي. ما انت عينك بقى هنا وهنا، ده يولع على الطبيخ. أول حاجة اللحمة، وبعد كده تعملوا خضارك والرز بتاعك. هبتدي شوفوا اعمل بالشكل ده. والله كانوا يعني لحمة بصراحة تحفة، وكانت شوية فول ما اقولكوش. وعايزة اعرف البنات الحلوين، واحدة كاتبالي بتقولي يا مسابر انا جالي لحمة كبيرة ومعرفتش، يعني خدت مني وقت طويل. بصوا حبايبي، لو انت عندك لحمة كبيرة تعملي فيها ايه وتستوي معاكي بسرعة، او لو ولعت عليها مثلا وانت ما انتش عارفة هي كبيرة او صغيرة وخدت معاكي وقت طويل. تعالوا نفوت بعض ببعضنا كده. اول حاجة حبيبتي هتحطي حبة من السكر. السكر بيعدل معاكي السوا، يعني بخلي ايه اللحمة بتاعتك تستوى بسرعة. هتحط شوية سكر كده، وهي اللي هتسوي معاكي اللحم. ده لو حطيت سكر طيب وما استويتش، بعد ما تسيبيها على البوتاجاز تستوي، تيجي نص ساعة او مثلا ساعة الا ربع، اطفى عنها. طب وهي ما استوتش؟ ايوه ما استوتش. وقومي سايباها لما تبرد تماما، وبعد كده ولعي عليها من تاني. ده برضو بعجل بالسوا بتاعها. لو ضفت السكر ولقيتيها لسه خدت منك وقت ومش راضية تستوي، قومي طافية عنها وسايباها، وغطي عليها حلو، خليكي كاتماها بالبخار بتاعها ما تكشفهاش لغاية ما تبرد معاكي تماما، وتعمل وش ان هي جمدت بردت. وبعد كده تولعي عليها من تاني. صدقيني ده بخلي معاكي اللحمة تدوب في ثانية. بصوا بقى حبايبي، نزلت اول كده عشان تبقوا عارفين برضو انا بعمل ايه. معلقة هرس الشطة من صغيرة، يعني ايه، حتة هرس الشطة كده موجودة عندي بضيف منها على البصلاية. وبعد كده هنزل عليها برضو دقة توم. ده بالنسبة للفول الأخضر اللي احنا هنطبخه. يبقى بصل، فلفل، هرس الشطة، وبعدين توم مدقوق، وهنشوح ده كله مع بعضه لغاية ما نشم الريحة الحلوة بتاع الفول بتاعنا، البصل بتاعنا. بصوا بقى يا حبايبي اهو، يعني ايه دي؟ بصوا انا بعمل هنا وهنا. صدقني دي يعني بص، دي تسوية اللحمة ايه، وبتبقى معاكي زي الفل. طب أنا لو انا عارفة من البداية ان هي هتاخد سي معايا، هتعملي إيه؟ انت عارفة المعلقة اللي احنا بناكل بيها، معلقة اي معلقة بتاكلي بيها، المعدن دي، بتقومي جاية حطها في الحلة من وانتي بتغلي المية. ده الفول اهو حبايبي، انا غسلاه ومخلياه زي الفل، وبعد كده بنزل بيه بالشكل ده اهو. الفول الاخضر كل سنة وانتم طيبين. شوحي بقى الفول بتاعك بالتومة وبالهرسة الشطة وبالبصل، وسيبيه ايه يعيش حياته شوية كده. وبعد كده هنروح نجيب البهارات بتاعته مع بهارات اللحمة، وهنضيف البهارات سهلة وبسيطة جدا. شفتوا اللي احنا عاملينه ده؟ غطوا بقى، نغطوا على الفول، وننتبه للحمة بتاعتنا. واقول لكم على النصايح اللي انتي لو عرفت ان لحمتك هتاخد سي كتير تعملي ايه. دولت فصين حبهان، هنضيف بهارات اللحمة مع بعض الاول. فصين حبهان اهو، وورقتين لوري. بهارات اللحمة على فكرة متبقاش كتير، وفص كده من المستكة،
ودولت ايه 3 4 بصلات ناعمين كده، انا بغرزهم بس تغريزه بسيطه وبحطهم. احنا بنحب البصل ده نسلقه في الشوربه وناكله. رشه من الفلفل الاسمر وما تكتريش. وفي نفس الوقت هتحط كمان ايه رشه من الكبابه الصيني. وبعد كده برضو هنضيف رشه ايه قرفه بسيطه خالص. وده برضو معلقتين من الطماطم وتوم. توم مدقوق ده بيخلي لك بقى مفيش زفاره في اللحمه خالص. لو انت متحبش الطماطم تضيفها كده ممكن تحط حباية طماطم كاملة وتبقي تنشليها بعد ما تتسلق مع اللحم. تشيليها. حطيت برضو حتة هريسة الشطة بس ايه حاجة كده على طرف المعلقة. وكده هتكون بهارات اللحمة بتاعتنا وهنسيبها. احط لها شوية سكر بس هنحطهم مع بهارات الفول. تعال نبهر الفول بتاعنا بقى زي ما بهرنا اللحمة نبهر الفول. كده النار بتاعتك على اللحمة من ساعتها عالية وطي بقى على النص واسبيها. هنضيف للفول برضو فصين حبهان ورقة اللوري ورشة فلفل أسمر. معلقة كزبرة. وزيها كمون. وخلي بالكم ان المعلقة اللي في ايدي قد ايه بصولها. وشوية بابريكا. وهنضيف كمان فص من المستكة انا حطيته اهو. ورشة من السكر. وهنسيب الفول ده يعيش حياته كده. والسكر حطيناه للحمة عشان تستوي معايا زي ما قلتلكوا دي خطوة لسوية اللحمة. انا اللحمة بتاعتي مش كبيرة عشان كده اعمل بس مع حركة السكر بس. انما انا بكلمكوا على اللحمة اللي بتبقى كبيرة والناس تزهق منها وتقول خلصت الانبوبة. لا يا حبايبي انت ممكن تسووها برضو بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة. قلبنا البهارات بتاعتنا. وتعالوا نسيب الايه الفول بتاعنا نشوف ننزل الطماطم عليه اهو. يا سلام يا سلام. لسه ناقص ايه الملح. يبقى اخر حاجة ضفناها الطماطم والملح. طبعا الفول بتاعنا اتشوح واعتبر بقى نص سوا. غسلت الرز يا حبايبي اهو جبته. يبقى حطيت كده اللحمة. حطيت الرز وحطيت الفول. هشطب الرخامة بتاعتي وارجع اوريكم هنعمل ايه تاني. ادي الملح بتاع الرز بتاعنا وهنسيبه بقى ايه يعيش حياته. لا اله الا الله صلوا على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام وحطوا اللايك يا عسل انت وهي. واللي ما اشتركش في القناة يا حبايبي يشترك. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل اشعار كده انزل فيديو. يوصلكم منه اشعار. شوفوا الفول يا سلام يا سلام ريحته جايبة لآخر الشارع يا رجال. وطبعا اللحمة على نار متوسطة عودي نفسك. طبخت اللحمة بتاعتك على نار عالية في الأول متوسطة الفول نار متوسطة الرز على نار عالية. تعالوا غمضته وفتحته أنا كنت في الوقت ده خليت المطبخ فلة. والفول يستوي وأنا شلت البصل عليه كده عشان ما يتهريش مني في الشرب. والرز خلص وقدحت عليه ورديته. واللحمة بتاعتي دخلت في السي ناقصها ايه الملح. طب الملح احطه امتى لما تبقى معاكي كده. تعالوا 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 عايزة اقرب تعالوا اهو. لما تبقى معاكي اللحمة كده. ضيفي بقى الملح بتاعها. وسيبيها تقلب كده في جنبك وتعالي نعمل لها حاجة جميلة قوي. ده الملح. لا اله الا الله. يبقى انا قلتلك 3 حركات تعمليها في اللحمة. لو هي ايه عايزة سي معاك. اول حركة هتحط فيها سكر. تاني حركة هتسويها نص سوية وتطفي عنها لما تبرد تماما وبعد كده تسوي تاني. تالت حاجة المعلقة المعدن اللي انت بتاكلي فيها حطها في قاع الحلة. وانت بتسوي اللحمة هتطلع لك اللحمة دايبة دوب دوب دوب. هي بتعمل ايه الله اعلم بس بصراحة وصفة حلوة. جربتها عن تجربة بجد كان جاي لي لحمة كبيرة مرة. وقمت حطت والله معلقتين في الحلة. وضفت المية واللحمة بتاعتي وسويتها بيهم. طب انا بعمل ايه دلوقتي جبت توم زي ما وريتهولكوا قدام الكاميرا كده. وحمرته وقطعته حتت صغيرة وهحمره ونعمل طشة للحمة وللفول. بتفرق جامد بصراحة فص التوم ده بقى بالحبة الكزبرة الناشفة. الله على الريحة الله. ايوه انزلي بقى. الله شفتوا الغليان بقى وهي شغالة كده. خدي بقى كبشتين كده وراحوا فين رايحين فين رايحين فين دول. يلا 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 تعالوا معايا بقى كده نعمل ايه على الفول. يا سلام يا سلام. اكل المزاج العالي في الشتاء.
ده بقى احلى اكل تكليف الشتا. الله. تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة أوي 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 أوي. لو انتوا واخدين بالكم وانا بضيف اللحمة كان فيه ماسورة حلوة كده. انا باحب اعمل فيها ايه لما يكون بالذات عندي فول، اطلعها كده بالراحة واسمي واروح بيها فين. تعالى اوريكم هنروح بيها فين ونعمل بيها ايه. ومش عايزة تطلع بس هطلعها على مين. اهو في الفول. سيبها بقى. الله على البهاريز بقى لما تطلع في الفول كده وسبيها تعيش في قلب الفول. ده الفيديو النهارده حبايبي، يا رب ينول اعجابكم، واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانيش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فتحية فايد. شوفوا شكل الفول وجماله، وشوفوا اللحمة جايلكوا كده الله عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترككم في رعاية الله. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة يا حبايبي، بحبكم في الله، واتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط.